عارف عامل زي ما انت سايق عربيه والناس كلها سايقين عربيه، كل الناس ماشيين شمال وانت ماشي يمين، انت شايف حاجه يمين هم مش شايفينها. كل الناس تقول لك امشي شمال امشي شمال، انت تقول لا انا همشي يمين، هم يقول لك لا امشي شمال، انت تقول لا انا همشي يمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دي الحلقه الاولى من حلقات كراكيب داخليه، خليكم معايا. النهارده هنتكلم عن شعور الوحده، مش وحده الناس لكن وحده المشاعر والافكار. عارف عامل زي ما انت سايق عربيه والناس كلها سايقين عربيه، كل الناس ماشيين شمال وانت ماشي يمين، انت شايف حاجه يمين هم مش شايفينها. كل الناس تقول لك امشي شمال امشي شمال، انت تقول لا انا همشي يمين، هم يقول لك لا امشي شمال، انت تقول لا انا همشي يمين. كل الناس تقول لك مش هتوصل الا لو مشيت شمال، فانت بتحاول تجرب تمشي شمال، مش عارف تمشي شمال، مش عارف تمشي زيهم وانت ماشي يمين، بس هما بيقولك ان انت ماشي غلط. فانت ماشي بس طول ما المسافه طويله، يعني انت مثلا شايف الحاجه دي على بعد متر، فانت مشيت اكتشفت ان هي مثلا على بعد 10 امتار. طول ما كل ما تقرب تحس ان هي حاجه بتبعد 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 بتبعد، طول ما الطريق بيطول كل ما انت تقول مرجع ما امشي شمال زي ما كانوا بيقولوا، ما يمكن هما صح، ما انا طولت. وتبقى انت هدفك الوحيد واكبر اهدافك ان انت توصل عشان تقول لهم بصوا انا كنت معايا حق، بصوا انا كنت شفتوا، انا شايف حاجه انت مش شايفينها، مش قلت لكم عشان تصدقوني. بكل هدفك ان انت توصل لاي حاجه، اي حاجه بس عشان تبص قدامهم وتحط عينك في عينهم وتقول لهم انا وصلت لحاجه. شفتوا مش قلت لكم كنت شايف حاجه وانتوا مش مصدقيني؟ طب انا شايف حاجه اهو. بيختل قوي الهدف اللي انت ماشي عشانه. انت كنت ماشي عشان نفسك عشان توصل لحاجه، بقيت ماشي عشان يعني بطلوا الضغط عليك ان هما كل شويه يضغطوك يقولوك ايه انت اللي كنت ماشي زينا، ما انت لو كنت عملت اللي احنا بنقول عليه. فانت طول الوقت مهما حاولت تقرب الافكار بينك وبين الاشخاص دول، بتحس طول الوقت ان انتوا بتبعدوا 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 بتبعدوا. طول الوقت عايز توصل الفكره انه طب ادعموني، طب وقفوا جنبي، طب اقول لكم انا مش هوصل لحاجه بس وقفوا جنبي، بس ساعدوني، صدقوني يا سيدي يا سيدي مش هوصل لاي حاجه بس كونوا معايا. بس في النهايه بتبقى الفتره دي فتره صعبه جدا، لان انت ماشي في طريق انت نفسك ما عندكش اي اثبات هتوصل ليه، وما عندكش اي اثبات هتوصل ولا لا. الناس عايزه منك تثبت لهم ان انت هتوصل، وتقول لهم ان انت مش هتخسر اي حاجه في الطريق، لا هتخسر وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، وانت تستمر في حاجه تانية، الحاجه اللي هم عايزينها. يعني اهم حاجه ان انت تعمل الحاجه اللي هم عايزينها، والحاجه التانية ده بقى مش مشكله. يعني بحس حاجه غريبه قوي، يعني انه يعني ليه احنا مختلفين ولازم نكون مختلفين طول الوقت. ولو حد نفسه في حاجه انت مش نفسك فيها، مش دليل ان هو غلط خالص على فكره، ومش دليل ان هو مش هيوصل لحاجه. وقف لو ما وصلش في حاجه، هو حاول وجرب في الحاجه اللي هو عايزها، وده كفايه على فكره. كفايه قوي الانسان يجرب في الحاجه اللي نفسه فيها. النجار، يا الله الناس اللي ساكنين جنب منجرين دول ربنا يكون في عونهم. الحمد لله. الواحد بيحس كل شويه كل يوم بيجي ينام على المخده يحس انه ما امشي معاه، ما اعمل اللي هما بيقولوا عليه، ما يمكن هما صح، ما يمكن انا غلط، ده لغايه دلوقتي ما وصلتش لاي حاجه. كل ما ينام على السرير يقول انا بكره هعمل اللي هما عايزينه، بس تاني يوم ما يقدرش لانه بيحب الحاجه. فمش عارفه يعني سلسله كراكيب داخليه دي ممكن نشرح فيها مشاعر ونتناقش فيها مع بعض. لو انا عندي نصيحه اقدر اوجهها لكم هعمل كده، لو انتوا عندكم نصيحه تقدروا توجهها لي او توجهوها لاي حد اعملوا كده. فالسلسله دي مش هدفها خالص النصائح قد ما هدفها ان احنا نفتح مجال للحوار والكلام في حاجات يمكن محدش غيرنا بيحس بيها. بحس بيبقى وقتها بتحس كأنك في اختبار صبر، والله العظيم اختبار صبر. هل هتضعف ولا مش هتضعف؟ هل هتفضل مكمل ولا مش هتفضل مكمل؟ هل هتبقى نفس الشغف ولا لا؟ لان الشغف زي اي حاجه بتموت والله. يعني ممكن تبقى شغوف قوي بحاجه قوي 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 قوي، ويجي حد يديك على قفاك تنسى اصلا دي ايه. يعني عارف عامل ممكن تلاقي انسان كان بيحب الرسم قوي وهو صغير، وكان رسام وكان حياته في الرسم، وكان يحط المصروف على المصروف، يجيب الوان والخ الخ، وفجاه يقول لك انا مش عارفه بطلت الرسم ازاي، اصل فلان كانت بتقول لي كذا، فحسيت اني فجاه مش عايزه ارسم خالص. ده تاثير كلام الناس على فكره. متاكده ان مهما الانسان كان قوي الشخصيه في ناس كلامه بيأثر، في ناس لو قالوا له ايه يعني كلامه بيأثر جدا جدا جدا. فحاولوا امنوا بنفسكم، اول حاجه امنوا بالحاجه اللي انتوا
يا ربي. الصبر. فحاولوا امنوا من نفسكم. اول حاجه امنوا باحلامكم، بقدراتكم، بسعيكم، بمحاولاتكم. بقيت لبنانيه فجاه. باي حاجه بتعملوها. هي انت ممكن ما توصلش، ممكن الاحلام دي اختبار من ربنا ليك ومش لازم توصل لها برضو. ممكن فعلا تكون انت شايف حاجه هي فعلا مش مكتوبه لك او مش موجوده. مش بقولك ما تسمعش كلام الناس على فكره، بالعكس، طول ما انت ودانك بتسمع طول ما انت هتستفاد. حتى لو الحاجه دي مثلا مش ما اتقالتش بطريقه صح، او ما اتقالتش بطريقه كويسه، او ما اتقالتش بنيه كويسه، ممكن تفيدك برضو. في النهايه احنا اتخلق لنا ودان عشان نسمع صح، وهتخلينا عقل عشان نفكر في الكلام اللي احنا بنسمعه. هي اكيد بتأذي طبعا، والكلام بيأذي طبعا، وفي ناس معينين لو قالوا اي حاجة بتحس انه طب انا عايزاكم تكونوا جنبي، طب انا عايزاكم تقفوا معايا، طب على فكرة لو كنتوا وقفتوا معايا كان الموضوع بقى ابسط. وزي ما قلت لكم الطريق بتحول من يعني فرصة ان انت تحقق حاجة عايزها او حلم، لطريق صبر. والله اختبار صبر. بتبقى صعبة قوي على فكرة ان الانسان يمشي ورا حاجة هو الوحيد اللي شايفها، وهو الوحيد اللي حاسس ان هي موجودة. يعني بتبقى صعبة قوي، بيحس ان هو وحيد ومحدش عارف بيوصل وبيفكر في ايه. ومهما حاول الناس تقف جنبه محدش واقف جنبه، محدش فاهمه اصلا. حد بحاجة حاول طول الوقت، اسعى طول الوقت. انت لو عندك 21 سنة وبقى في يوم من الايام عندك 31 سنة، يعني 10 سنين كاملين، حاولت او ما حاولتش هيبقى عندك 31 سنة. جربت ما جربتش يبقى عندك 31 سنة برضو. مش بقولك ما تسمعش الناس، زي ما قلت اسمع الناس كويس وفلتر الكلام اللي بتقوله، ولو تستفاد منه استفاد منه، بس ما تخليش الناس هي اللي تحكم عليك طول الوقت. وده يعني اما تبقى انت عارف نفسك كويس وعارف نقاط ضعفك كويس وعارف نقاط قوتك كويس، هتعرف تسمع امتى ومن مين. ليه بقى؟ لان ممكن تكون اصلا بتعمل حاجه دي عشان تضايق حد وانت مش عارف. يعني مثلا كان عندك اهل متسلطين فعايز تعمل حاجه عشان تضايقهم، انت من عقلك الواعي فعلا انت مش عارف انت بتعمل كده عشان تضايقهم، بس انت لو عارف نفسك كويس هتعرف ان انت مش بتحب الحاجه دي، انت بس بتعملها عشان تقول لهم انا بقيت كبير، بقيت حر، بقيت بعمل اللي انا عايزه، محدش يعرف يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. لكن لو انت زي ما قلت لك واعي لده، هتعرف ان انت بتعمل ده عشان تضايقهم وبس. فتعرف يعني تمشي في الطريق شويه وبعدين تلف وترجع تاني وتبقى عملت اللي عليك برضه. عشان كده مهم قوي الانسان يقعد مع نفسه، يعرف هو بيفكر في ايه، بيفكر في ده ليه، وبيتضايق من ايه، وبيتضايق من ده ليه، وعايز ده وليه، وعايز يعمل كذا وليه. يعني مثلا هو عايز يفتح مشروع ليه، عشان ايه اهدافه، هل هو يتحمل ان هو لو خسر في المشروع ده هيتحمل الناس هتقول عليه ايه، مستعد؟ لو هو مستعد يمشي في طريق عادي. فلازم الانسان يبقى عارف ايه اهدافه من عمل الحاجه دي، عشان يعرف هيتعامل مع الناس ازاي لو ما جابهاش، لو ما عملهاش. وبصراحه هديكوا بوينت يعني ايجابيه من النقطه دي. لو حد ما ساعدكش يبقى مش مستني حاجه. يعني لو انت مشيت في طريق لوحدك محدش دعمك، يبقى محدش ليه عندك حاجه، محدش ليه عندك تنجح ولا ما تنجحش، تخسر ولا ما تخسرش، محدش ليه عندك اي حاجه. ودي حاجه ايجابيه ان محدش مستني منك حاجه، محدش عايز منك حاجه، محدش ليه عندك اي حاجه. فلو خسرت او نجحت، جبت قليل جبت كتير، لوحدك لنفسك.